هلو ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اكلة النهاردة لازم اطلع اتكلم عنها في الفيديو، ما اكتبش عنها احترام وتقدير لهذه الاكلة دي كله بيحبها جدا ومفيش حد بيختلف عليها، وبتتخطف وهي على النار. كفتة الرز عشان تطلع مظبوطة لازم نحط لها كيلو لحمة جملي الى كيلو الا ربع من الرز. ممكن نحط نص كيلو لحمة بلدي على نص كيلو لحمة من الجملي على كيلو الا ربع رز، مع بصلتين مع كام فص توم مع شوية بهارات كزبرة، يعني بتبقى مظبوطة ظبطة محترمة وبتمسك نفسها وانا بعملها صوابع. الكمية اللي انا عملتها دي تكفي من فردين ل3 افراد. نحمر بقى الكفتة بتاعتنا. اول حاجة بخلي النار عالية على الزيت لحد ما بيسخن، بعد كده وانا بحط الكفتة بتاعتي بوطي النار عشان مفيش حاجة تستوي او تتحمر قبل حاجة، ولازم اول ما احطها كده ادي الطاسة كده هزة عشان ما اتأكد ان هي بتتقلب، وان هي اصلا بتاخد لون بسرعة جدا، بتاخد اقل من 5 دقايق ممكن 3 دقايق مثلا في التحمير بتاعها والنار هادية. تاني لما اجي ارص الكفتة بتاعتي النار بتبقى هادية. لما برص كل الصينية بتاعتي بعلي النار، مش بتحرك من جنبها لان هي بتاخد سوا بسرعة، يعني لو اتلفت حواليا كده او رحت اعمل حاجة مش هتبقى استوت، اتحرقت. شايفين شكلها عامله ازاي؟ مظبوطه قوي وتحسوها كده مقرمشه كمان. ادي كده خلصت الكفته بتاعتي. نعمل بقى الطشه، زيت وثوم وطماطم، دي الطشه بتاعتي. اخلي الصلصه تتسبك قوي يعني تبقى مفيش فيها ميه، بعدين هبدا ان انا احدقها بملح، معلقه ملح صغيره مش اكتر من كده. الصلصه بتاعت الكفته ما بتاخدش بهارات لان الكفته فيها بهارات. شايفين؟ هزود كوبايه ميه وهبدا ارص الكفته بتاعتي في الحله او احطها كلها في الحله وادي تقليبه واغطي الحله تغلي غلوتين. ده شكلها تحفه، استوت، خطيره، ريحتها خطيره، طعمها خطير. شايفين ازاي الكفته ماسكه في الصلصه ازاي عليها؟ محترمه قوي واكله ملوكي بصراحه. تعرفوا بقى ان اكله الكفته الرز دي اكله الملوك؟ زمان كان اكله الفقراء، بعد كده لما الملوك كلوها وطلعت حلوه خلوها اكله الملوك. تحفه بمعنى الكلمه، ويعني ما فيش حد بيختلف عليها بصراحه. الف هنا وشفا، ما تنسوش الاشتراك في القناه، وباي باي.